لو مش واخد بالك فالحرم الإبراهيمي ما بقاش بتاعنا خلاص. وعشان تكون عارف فالحرم الإبراهيمي تاني أقدس مكان بعد المسجد بالنسبة لنا، لأنه يقال إن تحتيه مدفون سيدنا إبراهيم وزوجته، ومدفون برضه سيدنا يعقوب وزوجته. أما بالنسبة لأولاد ليشع واللي هم خنطرفيل، فالمكان ده أول مكان اشتراه سيدنا إبراهيم في الأرض عشان يندفن فيه، وأغلب أولاد ليشع فبيعتبروا المكان ده أقدس من هيكل سليمان نفسه، فبالنسبة لهم ده وعد الأرض وأقدم أثر ليهم. ده بالنسبة للحرم الإبراهيمي. نسيب كل ده بقى ونروح لواحد اسمه ياروخ جولدشتاين، وده دكتور أمريكي من مواليد نيويورك. في الثمانينات قرر ان هو يسافر لأراضينا ويستقر في مستوطنة تقع شرق مدينة الخليل اسمها كريات 4. الراجل ده كان مؤمن بفكرة كاخ اللي بتدعو انها تطرد العرب من كل أراضيهم. المهم باروخ دخل الجيش وكان بيرفض يعالج العرب اللي بيخدموا معاه في الجيش نفسه، واللي هم عرب 48. بس في يوم جمعة وفي شهر رمضان وتحديدا سنة 1994 لبس لبس الجيش ودخل الحرم الإبراهيمي، وبالسلاح الآلي فضل يضرب نار على المصليين وهم ساجدين. أما باقي الجنود اللي معاه أغلقوا جميع أبواب الحرم. باروخ يومها قتل 29 شهيد وأصاب أكثر من 125 شخص. بس بعد كده إخواتنا سيطروا عليه وفضلوا يضربوا فيه لحد لما مات. باروخ كان عايز اتفاقية أوسلو تفشل والحرم ما يروحش لإدارة العرب. اللي عمله ده خلاه بطل قومي في عيون أولاد ليشع، بس بسبب اللي عمله برضه اتسبب إن الحرم يفضل تحت إدارة الأوقاف الإسلامية، أو بمعنى أصح تحت إدارة بلدية الخليل. ومن يومها لحد النهاردة كان بيحصل تضييق على المصليين، وكانوا في أوقات بيمنعوا حتى رفع الأذان، وكانوا بيخلوا الحرم بالأسبوع والاثنين والثلاثة في أعيادهم، لأن ده طبعا من طقوس الحج عندهم. كل اللي حصل ده بقى انساه، اركنه على جنب، لأن الحرم اتنقلت إدارته للمجلس الديني اليهودي بكريات 4. المجلس ده اللي خرج منه باروخ، يعني الحرم بقى تابع ليهم ومبقاش تابع لينا، خلاص خلصت كده. وشوية هتلاقي الدور داخل على ثالث الحرمين الشريفين، واحنا مش حاسين بأي حاجة ونايمين في العسل.